باعوا شقتهم، سابوا أهلهم، وصرفوا شقة عمرهم علشان ييجوا كندا، وبعد 6 شهور بالضبط قاعدين في شقة ضلمة، وبيسألوا نفسهم بوجع: أنا ليه عملت كده في نفسي؟ الكلام ده مش لأن كندا وحشة، الكلام ده لأن السوشيال ميديا كدبت عليهم. محدش قال لهم إن مدير شركة اللي عنده 15 سنة خبرة بيجي هنا وبيتصدم بكلمة واحدة: ما عندكش خبرة كندية، ويضطر يبدأ من الصفر عشان يدوب يدفع الإيجار. محدش قال لهم إن إيجار جحر فار في تورونو وصل ل $2500 في الشهر، ومصاريفك الأساسية بتعدي ال $3000. بتلاقي نفسك في ساقية، بتسدد فواتير، ومرتبك بيطير قبل ما يوصل جيبك. وده كوم ووحش العزلة والشتاء اللي الشمس فيه بتغيب من الساعة 4 العصر كوم تاني. نفسيتك بتتأثر لو انت مش مستعد. علشان كده لو انت بتخطط للسفر، تفتكر ايه اكتر حاجة من دول ممكن تصدمك؟ شاركني رأيك في التعليقات. ولو عاوز تعرف ال7 أسباب الكاملة اللي بتخلي الناس تندم على إنها جت كندا، انت عارف بالظبط تلاقي الفيديو كامل فين. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.